السلام عليكم مشاهدينا متابعي صفحة الإعلامي أمينية العربي عبر اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله. سنتحدث في هذا الفيديو عن الأخبار الكثيرة المتداولة منذ قليل بخصوص طلب الناخب الوطني جمال بالماضي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعويضه كل المستحقات وتعويضه كل الأجر التي تمتد إلى غاية 2026 مثل ما كان مسطرا في عقده الذي أمضى مع الرئيس السابق للاتحاد الجزائري جهيد زفيزف والذي يمتد إلى غاية 2026. الناخب الوطني جمال بالماضي يرفض حاليا الرحيل ويرفض ترك منصبه بدون الحصول على كامل أجوره وكامل مستحقاته إلى غاية 2026. هذه الأخبار للأسف أثارت الكثير من التعليق والكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الاتحاد الجزائري وعلى رأسه وليد صادي يسعى في الوقت الحالي لإيجاد مدرب جديد تحسبا للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل المرحلة أيضا الصعبة التي يمر بها المنتخب الجزائري بعد الإقصاء المر من الدور الأول من منافسة كأس إفريقيا بالكوت ديفوار، والانتقادات الشديدة التي تعرض لها الناخب الوطني جمال بالماضي بالإضافة إلى باقي اللاعبين. إذا هناك بعض الأخبار التي تؤكد أيضا أن جمال بالماضي أرسل مراسلة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم طلب أجوره إلى غاية 2026 أو اللجوء إلى الفيفا من أجل استرجاع حقه. هذه هي الخطوة التي قام بها الناخب الوطني جمال بالماضي بعدما خرج من الدور الأول، وهي الخطوة التي وافق عليها البعض والتي عارض عليها البعض، والكل نحترم رأيه في الوقت الحالي، ونحن كإعلاميين ننقل إليكم الخبر كما هو، وننقل إليكم آراءنا كما نراها وكما نرى الصواب فيها وكما نرى أيضا مصلحة المنتخب فوق الجميع. إذا الناخب الوطني طلب أجوره إلى غاية 2026 أو اللجوء إلى الفيفا في الأيام المقبلة في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإيجاد مدرب جديد تحسبا للمرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة ستكون فيها الكثير من التحديات، بداية بالدورة الودية التي ستقيمها الجزائر شهر مارس المقبل، أن سيخوض المنتخب الجزائري الكثير من الاختبارات والتحديات من أجل إعادة الروح إلى المجموعة، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، ثم المباريات التي تنتظر المنتخب الجزائري في تصفيات كأس إفريقيا وتصفيات كأس العالم. تصفية كأس العالم هي الهدف الرئيسي بالنسبة للاتحاد الجزائري وبالنسبة لوليد صادي الذي يريد إرجاع المنتخب إلى سكة الانتصارات بعد النتائج التي حققها الناخب الوطني جمال بالماضي. الكل يوافق أن الناخب الوطني جمال بالماضي حقق انتصارات وحقق نتائج عجز عنها الكثير من المدربين في القارة السمراء، ولكن مروره السيء في منافسة كأس إفريقيا بالكوت ديفوار عجل برحيله وجعل الكثير من الانتقادات، جعل الكثير من الرياضيين والمحللين ينقلبون عليه في الآونة الأخيرة، وهذا أمر مؤسف. الأمر المؤسف في كل هذا الأمر أن الناخب الوطني خرج بهذه الطريقة والآن يريد استرجاع كامل حقوقه، بالرغم من أنه صرح في الكثير من الأحيان أنه يريد أنه يمضي على عقد معنوي أمضى على عقد معنوي مع الاتحاد الجزائري ولا تهمه الأموال. الأمر المؤكد أيضا أن الناخب الوطني ومن خلال فترة تدريبه المنتخب الجزائري تلقى الكثير من العروض من أندية سعودية، من منتخبات أسيوية، من أجل الإشراف على العارضة الفنية بمبلغ مالي معتبر، ولكن الناخب الوطني كان له هدف، وهو إيصال المنتخب الجزائري إلى المونديال وإيصال المنتخب الجزائري إلى أدوار متقدمة لم يصلها المنتخب الجزائري سابقا، سواء تعلق الأمر في المنافسة الإفريقية أو في التصفيات المؤهلة إلى منافسة كأس العالم. إذا كان هذا خبر مطالبة الناخب الوطني جمال بالماضي لكامل حقوقه إلى غاية 2026 في الوقت الذي يبحث الاتحاد الجزائري عن مدرب جديد تحسبا للمرحلة المقبلة. وفي كل هذه الأخبار ننبه أعزائنا المشاهدين أن هناك الكثير من الإشاعات الخاصة بعقد الناخب الوطني، بمسيرة الناخب الوطني، بكثير من الأحداث التي جرت فيها الكوت ديفوار، والتي أغلبها إشاعات، مجرد إشاعات وأخبار مغلوطة. ولكن الأمر المهم في الوقت الحالي هو يجب على الناخب الوطني جمال بالماضي أن يخرج للإعلام وأن يتحدث، أن يكشف الكثير من الأمور،
أن يفند بعض الأخبار، أن يغلط بعض الأخبار المكذوبة من طرف البلطوات التي اتهمته بالكثير من الأصاف للأسف. ولكن يجب على بالماضي أن يخرج لوسائل الإعلام في الوقت الحالي، سواء تعلق الأمر بالجزائرية أو بالأخرى، من أجل الدفاع على نفسه، من أجل الدفاع على منتخبه، من أجل الدفاع على خياراته. لأن البقاء في الوقت الحالي بهذه الحالة يعني يعرضه الكثير، أو يعرضه المزيد من الانتقادات، يعرضه للمزيد من الإشاعات التي قد يصف أو قد يؤمنها البعض للأسف. كل هذه الأمور يجب أن تكون نهاية، أو أن تجد لها نهاية في أقرب وقت ممكن، لأننا في حاجة إلى نفس جديد، في حاجة إلى بداية جديدة بحول الله، في حاجة إن شاء الله إلى تأهل إلى كأس إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم، وتحقيق ما لم نحققه في السنوات السابقة. إذا كان كل هذا خبر بخصوص مطالبة الناخب الوطني جمال بالماضي كل أجوره إلى غاية 2026. نلقاكم في مواعيد وأخبار أخرى بحول الله. تقبلوا تحياتي، أنا الإعلامي أمين العربية. السلام عليكم ورحمة الله.